السلام عليكم متابعين ومتابعات قناة دزات سونغليتا. أحييكم من ساحة الحرية من مدينة الورود البوليدة. اليوم 8 مارس 2019. بالمناسبة نحيي كل النساء الجزائريات والعربيات في هذا اليوم. اليوم المسيرة الثالثة السلمية في الجزائر ضد العهدة الخامسة. كتعقيب بسيط فقط لمن لا يعرف دزات سونغليتا هي أول قناة جزائرية مختصة في الطبخ بدون غلوتين. الفيديو تاع اليوم راح يكون حول هذه الصورة التي نشرتها على صفحتي في الفيسبوك، وتضاربت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض. هناك من أخذها بطابع هزلي وهناك من فهم الرسالة. راح نوصل لك الميساج ونوضح لك الآن. الجزائري انتفض وخرج للشارع على جال خبزة يشريها ب1000 فرنك اللي هي 10 دينار. أنت أيها السيلياكي أيتها السيلياكية تشريها ب150 دينار 15,000. وفي بعض الولايات ما يعرفوش الخبز، ما يلحقهمش. الولايات الجنوبية ما كاش كيفاش يلحقهم الخبز. الحليب، شكارة تاع حليب اللي يشريها الإنسان العادي المواطن البسيط الجزائري ب30 دينار ونادر. السيلياكي ممنوع عليه يشربه وغير مطابق للمعايير. معناتها اللحم هنايا ما عندناش حليب نشربوه، واذا تشرب كونديا ولا لويا غاليه تكوي. اذا كان الشعب الجزائري عنده الضمان الاجتماعي وقال بركات، مرض السيلياك غير معترف به في الجزائر، وهو مرض مزمن وغير مؤمن اجتماعيا. هذا إذا عرفوا قبل لا عندنا السيلياك، خاطش كاين وين تقعد 25 سنة وانت تعاني من مختلف الأعراض حياتك كاع وانت مريض وما يقدروش يعرفوا باللي انت عندك السيلياك. السيلياكي محروم من أبسط حق من حقوقه في الجزائر وهو الغذاء. في بلد العزة والكرامة السيلياكي يموت بالجوع، وإذا أكل عادي مصيره الموت. في الجزائر منع المواد المستوردة بدون غلوتين، والمواد المحلية ليست بجودة عالية. سلك برك، يعني رانا شادين بها يدنا مقارنة مع لا كاليتي تاع لامبورطاسيون. اون بليس غالية. اذا كان رطل تاع الفارينة 500 غرام فارينة الطاحين الابيض تشروه ب20 دينار، السيلياكي راهو يشريه ب160 دينار. معناتها 16,000 باكي تاع فارينة رطل او اقل من رطل 300 غرام راهو يدير 16,000 160 دينار. جربت تلقى وليدك صغير يبكي على حلوى ولا شوينغوم ومشي متوفره اصلا باه تشريها له. معناتها الكبير ولا صغير تتشهى اي حاجه تشوفها برا ما تقدرش تشريها. اذا كانت حبه باتيسري دير 20,000، اذا كانت حبه ملفاي دير 15,000 بدون غلوتين. هذه ماناش نهضروا على الغلوتين. معناتها بالك تاكل الملفاي مرة في الشهرين. هذا لا كنت خدام. واحد مسكين اللي ماشي خدام عاطل عن العمل ولا عنده 4 ولا 5 مرضى في الدار ينساو ياكلوا غير الروز تحولوا كيما الشناوه. جربت تشهى الاكل ما لذ وطاب وتبقى غير تتفرج بعينك حتى الدمعه تطيح لك، ومن بعد تحمد ربي وتقول الحمد لله ابتلاء من عند الله. السيلياكي لم يستفد لا قبل النظام ولا بعد النظام، ومع ذلك نأمل في نظام بدون غلوتين، والفاهم يفهم. سلام.